في قلب الصحراء جنب التجمع الخامس. الليل كان ميت والهوا بيقطع كأن المكان مهجور من سنين. فجأة الأرض ارتجت. آلاف الصراصير الضخمة اندفعت زي سيل التتار، بتكسر البيوت وبتصرخ بصوت بيخلي الدم يتجمد. يوسف في المطبخ بيغلي مية للشاي، النور رعش والصوت قرب بشكل مرعب. فجأة الصراصير اندفعت عليه، دخلت جوه بقه وعينيه، الدم نزل على خده وكان بيحسهم بيكسروا جواه بأسنانهم الحادة اللي بتقطع لحمه. ريتاج شافت المشهد، جريت وهي بتصرخ بشكل هستيري. الصراصير هجمت عليها، مسكت شعرها بأسنان حادة، سحبته من فروة راسها، الدم غرق وشها ورائحة العفن والدم غطت البيت كله وخنقت أنفاسها. روان سمعت الصريخ العالي، قامت تجري على الأوضة، بس الباب اتكسر فجأة. الصراصير دخلت وغطتها بالكامل، أصوات أجنحتهم كانت بتغرس في لحمها، الرعب بياكلها قبل ما أسنانهم تمزقها وتسيبها جثة مهشمة. واحد من الجيران حاول يهرب، لكن الصراصير دخلت من بقه وبطنه، فضل يصرخ وهو حاسس بيهم بيتمددوا جواه. بطنه كبرت لحد ما انفجرت والدم والأحشاء اتنصرت على الحيطان. يوسف وقع على الأرض بيحاول يتنفس، الصراصير طالعة من مناخيره، دم سايل على البلاط، ريحة الموت والعفن مغرقة المكان، وصوت أجنحتهم بيخبط في ودانه لحد ما حس إنه بيغرق في كابوس. ريتاج بتحاول تزحف ناحية الباب، دمها بيعمل خط أحمر وراها، الصراصير ماسكة رجليها وبتعض في لحمها، صوت مضغهم عالي والبرد بيخلي جسمها يرتعش، بس عينيها لسه بتحاول تدور على مخرج. في الشارع النور بيجي ويطفي من أعمدة الكهرباء، الجثث مرمية على الأرض متآكلة نصها، والصراصير ماشية فوقها كأنها ملكة المكان، والأصوات العالية عاملة كأنها جاية من جهنم نفسها. راجل كبير طلع من بيته شايل عصاية، حاول يضرب أول صرصار، لكن واحد طار على وشه وبدأ يحفر جوه جمجمته، الدم اتفجر من عينه، وقع على الأرض بيترعش لحد ما بقى جثة ساكنة. روان بتحاول تخبي نفسها تحت السرير، بس الصراصير دخلت من كل فتحة، واحد عضها في رقبتها، الدم رش على الخشب، ايدها بتهتز وهي بتحاول تسد الجرح، بس عينيها بتطفي ببطء. شارع فاضي، ريحة الحريق مال القوى، عربية مقلوبة والنار مولعة فيها، الصراصير واقفة فوقها كأنها بتحتفل، وأصوات الطقطقة والنار مع الصويت بتاعهم عاملة سيمفونية موت. يوسف بيحاول يزهف ناحية السلم، بس صرصار ضخم قفز على ظهره، غرز مخالبه في جلده، الدم نازل على ظهره، وصرصار تاني بدأ يحفر في كتفه، صوته العالي كان بيقطع السكون. ريتاج بتبص من الشباك تشوف الهجوم، فجأة إزاز الشباك اتكسر، مئات الصراصير دخلت عليها، غطوا وشها بالكامل، صريخها اختفى وسط أصوات أجنحتهم وهي بتمزقها. الشارع بقى جحيم، النار والصراصير مغطيين كل حاجة، البيوت مهدومة والدخان مال السما، ووسط الخراب أصوات المضغ والتمزيق بتقول إن مفيش ناجين، كله انتهى. لو عايز تعرف النهاية المرعبة وتعيش أجواء الدم والرعب الحقيقية، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في قناة دارك تيلز، واستعد للمزيد من الكوابيس اللي مش هتقدر تنساها. كل اللي حصل ده من قناة